السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتنا هواية وفن وابتكار. ألف ألف مبروك يا أهلاوية، ألف مبروك للنادي الأهلي، نادي القرن اللي مشرف مصر، اللي بيشرفنا دايما إفريقيا وعالميا. بس في ناس بتكابر، خلي اللي يكابر يكابر، هو الخسران. الأهلي هو القلعة الرياضية الوحيدة في مصر يا حسين يا لبيب، مش الزمالك القلعة الحقيقية في مصر زي حضرتك ما صرحت إن مفيش غير الزمالك في مصر. هات لي دليل، اديني أمارة. إحنا كل يوم بطولات، كل يوم انتصارات. بس يعني هو عشان نوضح الصورة كويس، جمهور نادي الزمالك بيبص على إن الزمالك ما بياخدش بطولات، وعلشان يستمر في كلمة ندي للأهلي ندي للأهلي، هارين على الفيسبوك وعلى التيك توك وعلى اليوتيوب كلام في كلام في كلام، علشان احنا ما ننساش اسم الزمالك، ان في نادي اسمه الزمالك بينافس الاهلي او بيحب ينافس الاهلي او عايز ينافس الاهلي. لكن كبطولات، البطولات ليها اللي يحصدها. اذا كان الاهلي انا بشجعه كفريق لانه يعرف للبطولات الف طريق وطريق، وده مش كلامي، ده كله بالأدلة وكله بالبراهين. ولا مش معايا يا عم حسين؟ وبعدين احنا نوضح الصورة أكتر وأكتر. بلدية المحلة، غزل المحلة، طلائع الجيش، حرس الحدود، بتروجيت، إنبي، هي الفرق دي ما بتفوز على الأهلي؟ بتفوز على الأهلي كل سنتين ثلاثة، بيفوزوا على الأهلي. أنت 15 سنة و20 سنة بتفوز مرة، يعني انت زيك مش محصل نقول زي الفرقه دي، يعني انت مش ند للفرقه دي. هم بيفوزوا كل سنتين كل ثلاثه على الاهلي، لكن انت كل 15 سنه او كل 10 سنين او كل 20 سنه الله اعلم، احنا مش فاكرين اي فوز. يعني الزمالك ضئيل لما نفتكر اي فوز للزمالك. خلاص ند، يبقى البلديه ند والاسوان ند والمحله ند ايه ده؟ ايه فين النديه؟ فين القمه؟ فين الكلاسيكو؟ فين الكلام؟ احنا ده شعارات بس. انتوا طبعا مسيطرين على الفيسبوك وعلى وسائل التواصل، سيطرة اساتذه. المركز الاول في البوستات والمانشيتات بس. ندخل على موضوع الساعات، رجع الساعات يا خطيب، نطلع منه ندخل على موضوع كوكاكولا، نطلع من موضوع كوكاكولا نرجع لموضوع الساعات، ومن الساعات على كوكاكولا. هو ده نادي ولا سوبر ماركت؟ انا عايز افهم يعني. ربنا يهديكم، ومش عايزينكم تنسونا الفرحه الكبيره، فرحه النادي الاهلي الكبير العظيم، ووصوله لنهائي افريقيا والعرس الافريقي للمره الخامسه على التوالي، وسعيه للحصول على البطولة الثانية عشر، اللي هتكون بطولة غالية جدا علينا، لأنها هتكمل دستة البطولات من نوع فريد. بطولة افريقيا، ابطال افريقيا. وبرضه بنبارك الاهلي انه هيلعب في كاس العالم 25 في امريكا، وهيحصل على 2 مليار جنيه. احقيته في الحصول على هذا المبلغ ده اعلنته الفيفا امس. مرة تانية الف الف مبروك للاهلي وجماهير الاهلي في العالم كله. ونختم بشوية صور حلوين كده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.